اسم البريد الالكتروني او الايميل اي دي او الايميل نيم كلها بتعبر بالنسبه لنا عن حاجه واحده ما قبل الات في الايميل نيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقه دي بشكل كبير مخصصه لاصحاب الشركات واصحاب البيزنس واصحاب المؤسسات والناس اللي لسه هتبتدي تعمل بيزنس جديد. طبعا احنا في وضعيه في مصر في بيزنس بتتقفل وفي بيزنس بتفتح، في بيزنس بتعيد الفورمات بتاع الشكل بتاعها. فالحلقه دي مهمه قوي بالنسبه لنا ومش كتير بيتكلم في الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. حابب في الاول ان انا اشكر كل اللي تفاعل مع البوست اللي فات. احنا تخطينا في اقل من اسبوع اكتر من 1200 مشاهده، ودي حاجه اشكركم عليها. النقطة التانية هنبتدي على طول في الموضوع بتاعنا النهاردة. هو ايه الفرق الاول بين الايميل اي دي والايميل، وايه الفرق بين الايميل نيم والبريد الالكتروني، وايه الفرق بين البريد الالكتروني واسم البريد الالكتروني. احنا في شوية تعريفات صغيرة كده بس عايزين نوضح الفروق بينها. لما حد يسألني هو انت الايميل بتاعك ايه، هقول له yasser@yahoo.com او yasser ogs@gmail.com او sales@wanlinkegypt.com. ده عبارة عن الايميل. الايميل بيحتوي على جزئيتين: الاسم اللي قبل الات واسم الدومين او الشركة اللي تابع ليها او المكان اللي انا واخد منه السيرفيس. لما اقول @yahoo.com يبقى انا واخد السيرفيس من ياهو. لما اقول @gmail.com يبقى انا واخد من gmail.com السيرفيس. لما اقول @wanlink.com يبقى انا في الحالة دي الاسم الشركة او المؤسسة بتاعتي هي wanlinkegypt.com او easylinkegypt.com او targethit.com. ده اسم الايميل، ده اسم الدومين. طيب احنا عندنا بتقابلنا مشكلة كبيرة قوي انتوا هتفهموها بسرعة. لما بتيجي تعمل ميل اسمه احمد@yahoo.com فبتروح تقول احمد يقول لك ان هو ريسيرفد، ده محجوز. تقول له انا عايز محمد، يقول لك لا محمد@yahoo.com محجوز، محمد@gmail ده محجوز. في الحالة دي بنقول هنخليه محمد 2020 2030 17 12، نحط الابريفيشن، نحط احرف اولى من حاجة، نحط تاريخ ميلاد مع محمد، وده ما بيبقاش ميل بروفيشنال. ولما تيجي تبعت سي في لاصحاب شركات او الاتش ار ديبارتمنت في الشركه ما تحطش ميل ميدو 212 اسم الياهو.com مثلا، او كوكو مش عارف ايه. الكلام ده مش بروفيشنال. هنا بنقول اعمل الاسم بتاعك وليكن محمد، او هنقول علي مثلا دوت سيد @yahoo.com او محمد دوت تامر اسم الشركة بقى domain.com. لو اسم الشركتك هو هيبقى كده. الكلام ده على حد سواء بالنسبة للي رايحين يعملوا سي فيز او اصحاب الشركات اللي بيكريتوا او لمجموعة الاتش ار. هنا بنقول محمد دوت تامر ده موظف جديد عندي وانا هكريت له ايميل في المؤسسة عشان يبتدي يتعامل من خلال الشركة بتاعتنا بالميل دوت، ويبقى ده بيعبر عن الشركة بتاعتنا محمد دوت تامر @كذا الدومين. طب احنا لو طلع عندنا، وده بيصلح طبعا للمؤسسات الصغيرة، لو احنا عندنا في محمد تاني وحظا قدرا بقى في تامر تاني محمد تامر، يبقى في الحالة دي بنلجأ ان احنا نقول حاجة من الاتنين: يا محمد دوت تي، وهنا لازم اكون ضامن ان محمد تامر مفيش حد تاني اسمه محمد تيسير او محمد طلعت. في الحالة دي لما بيتكرر الاسم التاني هنقول محمد تيسير محمد طلعت تي اي. اتكرر الاسم معايا هنا
يبقى هنا برضو اصبحت فكره مش سديده. تيسير وطلعت الاثنين ابتدوا بنفس الابريفيشن. بنعمل ايه؟ بنقوم عكسين الوضعيه، هنقول ام دوت تيسير او ام دوت طلعت اسم الشركه. وده لما السكيل عندي بيكبر شويه، لما سكيل الشركه بيكبر شويه يبقى هناخد الاسم الفيرست نيم وناخد اللاست نيم او اسم العيله هو اللي نحطه التاني. وده بكون ضامن اما ان يكون ده مدير او يكون ده في شركه معدل دوران الموظفين فيها مش كبير، يعني الناس دي قاعده ومستقره ومكمله معانا. طيب انا مؤسسه كبيره ولازم امشي بالشكل الفورمال اللي هو الطبيعي اللي مفروض يتعارف عليه. بعمل الميل على حسب البيربز بتاعته، الغرض اللي هو معمول عشانه. انا عامل الميل ده عشان التسويق @الdomain.com. يبقى هنا هربط الميل بالديبارتمنت، هعمل الميل ده لل HR @الdomain.com. هعمل الميل ده للسبلاي. يبقى هنا احنا في الحالة دي ايه اللي بيحصل؟ في الحالة دي احنا بنربط الميل بالغرض الاساسي بتاعه. بنربط الايميل بالغرض الاساسي بتاعه. بيفيدنا في حاجات كتير ان هنا مش هنكرر الميل. لو انا جه عندي محمد ساب الشركة ومشي، هفضل سايب الميل ده عندي شغال بيستقبل ايميلات، واجيب متولي يمسك الشركة، يمسك الديبارتمنت دي، ويبقى فاتح الايميلين مع بعض لحد ما الناس تبطل تبعت ميل على محمد دوت وبعدين اقفله. لا، ما هو ده مش صح. هنا بقى بنعمل ايه؟ محمد ده جاي يشتغل سيلز، فانا هعمل له الايميل بتاعه عبارة عن سيلز. محمد مشي وجي مكانه متولي، يبقى متولي برضه هيشتغل على السيلز. ده ما يمنعش ان انا تحت الميل في السيجنتشر في الامضاء في التوقيع هكتب محمد تامر، انا الميل بتاعي كذا، انا الموبايل بتاعي 0 بلا بلا بلا، انا الويب سايت بتاعي www.domain.com. ده كله في السيجنتشر بتاعت مين؟ في السيجنتشر بتاعت محمد اللي هو الميل بتاعه سيلز. فلما محمد يمشي يجي الاخ التاني يكتب الداتا بتاعته هالة سيد، هي اللي مسكت مكان محمد، وبنفس هتحط الرقم الموبايل بتاعها. وبرضه بيفضل ان رقم الموبايل ما يكونش البيرسونال، يكون رقم تابع للشركه، بحيث ان انا موظفي وهو ماشي بيسلم الشريحه بياخد الشريحه الموظف التاني اللي بعده عشان يكمل يفولو بعديه الشغل، وهو نفس الميل. يبقى انا كده حافظت على الميل بتاع الشركه رانينج شغال طول ما الشركه قائمه، والافراد بيتبدلوا. ده الاسلوب الامثل لان احنا نحافظ على التركيبه والترتيب بتاع الاي تي في جزئيه الايميل الخاص بالشركه عندنا. بعض الاحيان بنحتاج ان احنا لو عندي سيلز، عندي 3 شغالين في سيلز، يبقى انا ممكن يبقى عندي سيلز 1 وعندي سيلز 2 وعندي سيلز 3. عندي اوبريشن 1 اوبريشن 2 اوبريشن 3، او على حسب الاريا ممكن سيلز مثلا ايجيبت سيلز داش اي، عندي سيلز داش اميريتس، عندي سيلز داش السعوديه. يبقى انت تقدر تميز بينهم بالكيفيه دي، ويمشي الراجل المتولي الماركتنج في او السيلز في السعوديه يجي مكانه حد تاني يشتغل على نفس الميل هو. ممكن، وده للافراد طبعا. بالنسبه للمديرين الناس الكبار الجي امات هنا لازم بقى نحاول نخلي الايميل بيبقى مربوط بيه هو شخصيا. هيثم @الدومين. لكن هيثم ده لما هيمشي لازم هيتقفل هيثم ويتفتح مكانه المدير، اسم المدير الجديد. يبقى ما بينفعش المديرين نديهم حاجه غير اسمائهم. الاقتراح الاخير بقى والفكره الاخيره ان انت لمنع التكرار بتقول ان الميل بتاعي هيبقى 0100 @الدومين.
يبقى انت تقدر الميل بتاعك يكون هو نفس رقم الموبايل بتاعك، بس على الدومين بتاعك، مش على الياهو والجيميل وهكذا، لا، يبقى على الدومين بتاعك. ينفع نعمل كده، يبقى رقم موبايلك هو رقم، هو الاي دي بتاع الايميل بتاعك نفس الدومين اللي هو شركتك. نرجو ان احنا نكون افدناكم، ونرجو ان احنا ما نكونش طولنا عليكم في الحلقة، وبشكركم ودمتم في امان الله.